زي الشمع ازاي ومفيش زفارة وزي الفل. ودلوقتي بقى نبدأ نعمل الخلطة مع بعض. اول حاجة حبايبي عندي باكيتة بتاعت ممبار اهو شكلها بالشكل ده. دلوقتي بقى هنفكها من الباك بتاعها وهنغسلها وهنعمل احلى واطعم ممبار مفيش زفارة زي العسل. خليكي معايا بالشكل ده حبايبي اهو. بصي نقلبه كله كده. بصي بيتقلب بالشكل ده اهو. وهنحط في المصفى هنقلبه كله بالشكل ده. بالشكل ده حبايبي الممبار قلبته كله بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنحطه في البولة كده اهو. حطيناه رجعناه في البولة كده وهو مقلوب. دلوقتي حبايبي عندي معلقة ملح كبيرة، ممكن ملح عادي بس انا ما عنديش الملح العادي، عندي الملح دوت. ده حبايبي هو الملح اللي عندي ده، بس ممكن يكون ملح ابيض، يعني هو المفروض ملح الملح دوت. فهحط كده معلقة كبيرة ملح. وعندي الخل الابيض، هحط فنجان خل ابيض اهو. اهو الخل الابيض العادي، وهنحطه كده وهنقلبه بالشكل ده اهو. بعد ما حطينا الخل والملح هنقلب كده وهنسيبه حوالي 5 دقايق، وبعدين نرجع نشطفه ونقلبه تاني بالشكل ده حبايبي. بعد حوالي 5 دقايق دلوقتي رجعنا للممبار اهو. دلوقتي بقى نفتح الحنفية عليه وهنقلبه على الناحية التانية اهو. ودلوقتي حبايبي بعد ما قلبنا الممبار بصي ابيض وزي الشمع وريحته جميلة جدا اهو. دلوقتي بقى جبت ميه في البوله وهحطه كده وهسيبه حوالي 5 دقايق كده في الميه العاديه من غير اي شيء اهو كده. بصي ابيض زي الشمع مفيهوش ريحه ازاي ومفيش زفاره وزي الفل اهو. بصي ابيض زي الشمع مفيش زفاره وزي الفل. ودلوقتي بقى هنرجعه تاني في المصفى بالشكل ده، في المصفى بالشكل ده اهو. ودلوقتي بقى نبدأ نعمل الخلطة بتاعتنا حبايبي. علشان نحشي الممبار عندي رز انا غسلته اهو، وعندي لحمة مفرومة. ممكن مش عايز تعمليه باللحمة المفرومة مش لازم يعني، بس انا عندي لحمة مفرومة صلصة طماطم اهي، ولحمة مفرومة، وقطعت بصلاية خرطتها صغير بالشكل ده. وعندي البهارات عبارة عن عندي ماجي وبابريكا، وده الملح ده جميل جدا، وعندي رشة كمون صغيرة عشان ما تمررش، وعندي معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ورشة فلفل أسمر، ودي جوز الطيب أهي. أنا ببشرها بحبها في اللحمة، بتدي ريحة حلوة جدا جدا للحوم وبالأخص اللحمة المفرومة. وعندي بقى الخضرة، ممكن تكون خضرة فريش أو خضرة ناشفة زي كده مش هتفرق. عندي كزبرة ناشفة، وعندي نعناع، وعندي شبت، وهحط كله على بعضه. وعندي كمان الزيت، كله على بعض بالشكل ده اهو. الخضرة والبهارات، وعندي كمان الرز اهو بالشكل ده. وهنحط كمان شوية زيت، معلقتين 3 زيت، وهنقلب الخلطة بتاعتنا حلو جدا جدا. ونشوف طبعا محتاجة ملح مش محتاجة ملح، او محتاجة اي بهار زيادة نحطه. ده حبايبي الخلطة بتاعتنا قلبتها اهي، وطبعا تشوفيها لو محتاجة ملح او اي بهار تحطيه. والممبار بتاعنا اهو نظيف ومتصفي ومفيهوش اي ريحة، يعني في منتهى الطعامة. ودلوقتي كمان عندي لقيت في الفريزر، لقيت شوية ورق عنب، وبرده شوية كرنب كنت عاملاهم سلقاهم ومقطعاهم. فهعمل دول، هحشي دول في حلة ودول في حلة بنفس الخلطة اللي بتاعة الممبار. هي خلطة حقيقي بأمانة لأي محاشي، خلطة رائعة، والحشو بتاعهم سهل جدا. ده حبايبي حشو الممبار سهل جدا جدا اهو. بصي في منتهى البساطة، يعني مش محتاج اي تعقيدات. بصي بالشكل ده اهو كده. هنعمل الواحدة بتاعتنا وبعد كده هنربطها بالحجم اللي احنا حابينه. يعني بأمانة سهل جدا جدا، ما تقوليش بقى الممبار صعب خالص خالص.
اهو الحشو بتاعه بالشكل ده اهو. بصي كده، بس ما تبلهاش جامد عشان ما تفرقعش منك. اهي بالشكل ده كده. هنعملها كلها بالشكل ده، وبعدين هنحط بقى الخيط. هنعمل الوحدات حسب احنا ما عايزين الحجم بتاعنا. بالشكل ده حبايبي هنحشي الممبار. بصي، وبعد كده بنيجي حاطين مربطينه اهو، ما يبقاش مليان جامد. بصي السمك بتاعه اهو كده عشان ما يفرقعش منك، لو زودتي هيفرقع منك اهو. بالشكل ده، بالشكل ده هنعمل الكميه بتاعتنا كلها اهي. بالشكل ده حبايبي بعد ما حشيت الممبار كله، دلوقتي حطيت الميه وحطيت كمان حبهان ومستكه وورق لوري في الميه، ودلوقتي بقى هيغلي غلوتين على النار العاليه، وبعد كده هنهدي النار لغايه ما يستوي وهتاكلي احلى واطعم. الخلطه هي يا حبايبي بتاعه الممبار. هنعمل شويه الورق العنب والكرنب برضو بنفس الخلطه، بامانه هتاكلي احلى واطعم محاشي. بالشكل ده حبايبي شويه الكرنب الصغيرين وورق العنب اللي كانوا عندي في الفريزر برضو عملتهم بنفس الخلطه اهو. ويا دوب نحط الميه يبقى اقل من الصبع الاخراني في الميه للمحشي الكرنب او ورق العنب، لكن الممبار اهي الميه بتبقى لازم فيه وافيه كده، وبنغليه يا دوب غلوتين وبنهدي النار لغايه ما يكمل سواه، لغايه ما يكمل سواه وهتاكلي احلى واطعم محاشي. يا حبايبي الممبار استوى اهو، بننشله من ميته، وكمان الكرنب وورق العنب استوى اهو. يعني حاجه بامانه حاجه عظمه. والممبار كمان عايز يتحمر هنحمره، ومش عايزه تحمريه ما تحمرهوش، ممكن يتاكل كده بامانه، ريحه وطعم خطير في الجمال. بالشكل ده حبايبي بنحمر الممبار اهو. بالشكل ده حبايبي الممبار بنحمره اهو، والمحشي وادي المسلوق، يعني اكله في منتهى الجمال وبالف. ده حبايبي كمان حمرنا الممبار، يعني حاجه خطيره في الجمال.